اهلا بيكم في رايزنج فينيكس تيروم. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الثور سمون رايزنج تايمليس ريدنج. اتمنى طاقتكم توصل للقراءة تنطبق على اكبر عدد منكم. القراءة بتسري على الرجال والنساء وبتنطبق قراءة عكسيا. خدوا من الفيديو اللي بينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الثور مبدئيا كده انا شايفة ان في كتير منكم ممكن تكونوا في علاقة، سواء كانت كراش، سواء كانت حب، سواء كانت مارج او زواج. حاسين ان انتوا ممكن تكونوا اديتوا كتير، ضحيتوا كتير، احتملتوا كتير، صبرتوا كتير وما لقيتوش حتى الممكن ان هو يفعل من اجلكم. في كتير منكم ممكن تكون حاسين زي ما يكون مفيش فايدة في العلاقة دي او مفيش امل، او سواء كان بينكم حتى خصام وشايفين يمكن الشخص ده اتأخر او بقاله فترة متردد على اتخاذ قرار، يمكن الرجوع او الصلح او الاعتذار او الاعتراف بالخطأ او ان هو يقدم على شيء انتوا عايزينه. وحاسين ان العلاقة دي كتير زي ما يكون ارهقتكم او استنزفت مشاعركم. بس انا شايفة ان يمكن في اللحظة اللي انتوا بتشعروا يعني فيها خلاص enough is enough، ساعتها الشخص ده هيقدر ان هو ياخد القرار، او هيفرض عليه سرعة اتخاذ القرار او سرعة اتخاذ الخطوة اللي انتوا المفروض منتظرينها. في شخص انتوا حاسين زي ما يكون ضامن وجودكم، او حاسس ان يمكن العلاقة دي بقالها فترة كبيرة، بقالها يمكن شهور سنين، او معرفتكم ببعض بقالها فترة كبيرة، وزي ما يكون انتوا حاسين ان الشخص ده ضامن وجودكم او يمكن ضامن حبكم. مستحيل يتوقع او يتخيل ان هو في يوم يخسركم. والعلاقة دي بتحتاج زي ما يكون زي شوك او صدمة تشعر الشخص ده ان صعب انك انت تاخد شيء for granted، او ان انت تفتكر ان صعب ان شخص يفضل ملاك في مشاعره او في تعاملاته طول العمر. انا شايفة ان في حد فيكم زي ما يكون عاطفيا مستنزف، عاطفيا يمكن deprived، عاطفيا يمكن محروم، يمكن تعبان، يمكن حاسين ان في حاجات كتير ناقصاكم، حتى لو انتوا اصلا في relationship وما فيهاش اي مشاكل، بس حاسين ان في حاجة ناقصاكم، مش مبسوطين. انا شايفة ان في حد somehow بخيل معاكم، somehow زي ما يكون يا اما مش قادر ياخد قرار، يا اما متردد، يا اما متكاسل، يا اما مش عايز ياخد الريليشنشيب دي to the next level. في حد زي ما يكون محتاج يعرف قيمتكم، او ما يضمنش او ما ياخدش وجودكم كشيء مضمون، سواء كون عارف قد ايه الشخص ده انتوا بتحبوه، او قد ايه انتوا ما تقدروش تستغنوا عنه، او قد ايه انتوا ممكن تكونوا منتظرينه، او حياتكم مستحيل تكون مستقرة من غيره. في مبادئ كتيرة وافكار كتير محتاجة ان يبقى زي ما يكون يعني to be shaken في دماغ الشخص ده. لان انا شايفة ان في حاجة انتم بقالكم كتير منتظرينها، وزي ما يكون الامر ده مش مستحيل، لا، الامر ده يمكن ممكن وفي نفس الوقت متأخر عليكم، في حين ان انتوا اديتوا، استحملتوا، احتملتوا، صبرتوا. بس في حد زي ما يكون خلاص مش قادر يدي اكتر من كده، حد زي ما يكون فقد الامل، حد زي ما يكون تعب. الشخص ده ممكن يكون مش بيعبر عن حبه، ممكن يكون اهتمامه قل، ممكن يكون حتى مش بيعبر بالطريقة المباشرة اللي انتوا منتظرينها، حاسين ان هو لعبي، او بتحسوا ان انتوا مع بعض مرتاحين وان الحياة بينكم مية مية وزي الفل، بس مش حاسين بحلاوة الحب او بطعم الحب. يعني زي ما يكون انتوا بتحاربوا او بتدوروا على شيء هو اوريدي موجود. طب ليه التعب في ان انتوا تحصلوا على حاجة هي اوريدي موجودة؟ في حاجة انتوا عارفين ان هي موجودة، بس زي ما يكون الشخص ده مش مديها لكم بسهولة، او زي ما يكون مش بيعبر عنها بالطريقة اللي انتوا منتظرينها. شخص ممكن يكون يعني بيعاملكوا يمكن
في وضع ممكن بيخليكوا أو يشعركم قد إيه أهميتكم بالنسبة له، وفي وقت تاني ممكن يكون بتحسوا إن هو بيتخانق معاكم على أصغر أو أتفه الأمور، وانتوا ما زلتوا متمسكين بيه. يعني يمكن الشخص ده يمكن لما بيغلط تجاهكم انتوا اللي بتعتذروا، يعني علشان ما تخسروش الشخص ده، في حين ان يكون هو اللي غلطان. انا شايفة ان انتوا بتمتلكوا من القوة ومن الاندبندنسي، ويمكن من المميزات اللي انتوا ممكن تكون بسبب العلاقة دي فقدتوا يعني الثقة ان انتوا بتمتلكوها، او زي ما يكون نسيتوا يعني مدى اهميتكم، او نسيتوا قد ايه انتوا قيمتكم كبيرة، او قد ايه انتوا يعني من الاخر كده مش محتاجين حد ان هو يكملكم، قد ايه انتوا تقدروا تهتموا بنفسكم، تعتمدوا على نفسكم، مفيش حاجة ناقصاكم. بس في نفس الوقت انتوا يعني في كتير منكم يمكن مستقر ماديا، او يمكن مش بتدوروا على المادة، او يمكن اهم حاجة بالنسبة لكم الحب او المشاعر او العاطفة، او لان ده اللي انتوا حاسين ان زي ما يكون بينقصكم، وفي نفس الوقت انتوا مش لاقينه بالطريقة اللي انتوا بتصوروها او عايزينها. في حاجة هنا محتاجة تغيير، محتاجة اني زي صفحة تنطوي وتبتدوا صفحة جديدة، او عادات تتغير، او زي ما يكون زي ما قلت لكم ان الشخص ده يشعر لو انتوا فعلا عايزين يكون موجود في حياتكم. الشخص ده عارف قيمتكم كويس جدا. الشخص ده يمكن يمكن ساعات بيشعر بالتهديد، يمكن من نجاحكم، من استقراركم، يمكن من ذكائكم. بس الشخص ده عارف قيمتكم، يمكن ما بيظهرش ده، والبعض منكم يمكن بيظهر لكم عكس ده. يعني ممكن يكون في حد بيتمتع في منتهى الذكاء، والشخص ده بيحاول يثبت لكم ان انتوا مفيش خالص منعدمين، او يمكن مش بمقدار ذكائه. يمكن في حد منكم يمكن بتتمتعوا بمظهر كتير جميل، بس في نفس الوقت الشخص ده بيضغط عليكم، او مش بيحسسكم بقد ايه انتوا يمكن مرغوبين، او انتوا قد ايه محبوبين، او قد ايه انتوا روحكم ودمكم خفيف. في حاجات هنا محتاجة تتغير في العلاقة دي، في بداية جديدة، صفحة جديدة، في مبادئ جديدة، في يمكن غبار الشخص ده او العلاقة دي وضعته او فرضته على شخصيتكم. محتاجين ان انتوا تنفضوا الغبار ده، علشان الشخص ده يعرف هو بيتعامل مع مين، يعرف قيمة مقدار الشخص اللي بيتعامل معاه. ولما انتوا هتعملوا في زي ما يكون نافذة، باب، فرصة، حاجة يمكن انتوا بتتمنوها، يمكن كان الباب حاسين ان هو مغلق، هينفتح. هيكون في تجديد في حياتكم، هيكون في خير في حياتكم. بس انتم دايما محتاجين ان انتوا تثقوا في ربنا، تثقوا ان اللي جاي افضل، ان انتوا تتخلصوا من يمكن التعب النفسي، او كثرة التفكير، او الارهاق اللي انتوا بتضعوا نفسكم فيه. في حد فيكم حاسس ان هو في حاجة مش قادر يتحكم فيها، او مش قادر ان هو يكسبها، او يمكن خسرها، او مش عارفين تحصلوا على حاجة معينة، في حين ان المفتاح في ايديكم، في حين ان القوة في ايديكم. بس انتوا طريقة تفكيركم، او زي ما قلت لكم الطريقة اللي يمكن انتوا زي انغمستوا فيها، او الحفرة اللي انتوا وقعتوا نفسكم فيها من اكتئاب، من احباط، من قلة ثقة، من انعدام رغبة يمكن في حاجات انتوا ياما اتمنيتوها، وصلتكم للمرحلة او ان انتوا توصلوا يعني للفكر ده. اول كارت نازل معايا هو كارت بريز. كارت انتوا محتاجين تتنفسوا، تغيروا جو، تستعيدوا نشاطكم، حيويتكم، ثقتكم في نفسكم، تعرفوا قيمتكم، مقدار نفسكم. يعني مهما انتوا بتعزوا شخص او بتحبوه، بتسمحوا ان هو يعني يدخل حياتكم، بس مش ان هو يسيطر، او ان هو يعني يضع قبضته على شخصيتكم. لا، محتاجين ان انتوا في بعض الامور تقولوا فيها يس، وبعض الامور تقولوا فيها نو، وبعض الأمور يكون فيها flexibility أو مرونة. بطلوا تبصوا لورا. أنا مش شايفة إن في منكم حد يمكن صعب بالنسبة لكم إن انتوا توصلوا لحاجة انتوا عايزينها، بس انتوا دايما بتبصوا لورا، سواء كانت مشاكل، سواء كانت طعنات، سواء كانت خذلان، سواء كانت ثقة في غير محلها.
محتاجين تبصوا لقدام، محتاجين تشغلوا بالكم باللي يمكن بيهتم بيكم، اللي بيعرف قيمتكم وبيقدر ان هو يقدر وجودكم في حياتهم. في حاجة لبخاكم، في حاجة زي ما يكون في طريقكم، في حاجة محيراكم، زي ما يكون مش عارفين هي صح هي غلط، تستمروا ما تستمروش، ترحلوا ولا ما زلتوا تنتظروا. بس الإجابة انتوا عارفينها، الإجابة جواكم. انتوا بس محتاجين تكونوا في وضع ذهني صافي ان انتوا تستخيروا، وربنا هيرشدكم للحاجة اللي انتوا فعلا عايزينها، او للطريق اللي انتوا فعلا محتاجين ان انتوا تسلكوه. بس في حاجة معينة محتاجين ان انتوا ترحلوا عنها، سواء كانت عادة، سواء كانت تمسك بشيء يمكن سام، او شيء يمكن بيأثر على حياتكم بطريقة سامة. في حاجة زي ما يكون، زي ما بيقولوا، واقفالكوا زي اللقمة في الزور. في حاجة لبخاكوا او مشتتة تفكيركم او تركيزكم، محتاجين ان انتوا تركزوا وتبصوا لقدام، بطلوا تبصوا لورا او على الامور التوكسيك او السلبية او اللي بتأثر على حياتكم بطريقة سلبية. البعض منكم في حاجة محتاجين تعرفوها، او زي ما يكون انتوا يعني محتاجين ان انتوا يعني تبقوا عارفين ان الاهتمام او التقدير ما بيطلبش ان كان الشخص مش شاعر بيه من الاول. حاجة من اتنين، يا اما انتوا بطريقة معينة هتشعروا الشخص ده بوجودكم او بمقدار اهمية وجودكم في حياته، او يا اما ترحلوا وتلاقوا اللي فعلا بيعزكم او بيقدركم او يقدر ان هو يعني. بصوا انتوا somehow في اخر الكروت زي ما يكون عايزه تقول لكم انتوا في نهايه الطريق هتلاقوا اللي هيحبكوا، اللي هيعاملكوا زي برنس and princess او queen and his and king. بس somehow هتلاقوا يعني القلب الوفي، القلب اللي عارف قيمتكم. twin flame union، heart body mind and soul، الشخص اللي يشبهكوا يعني قلبا وقالبا. في اخر الطريق انتوا هتلاقوا دوام. انا شايفة ان الحب مسؤولية. في حد فيكم في قراءتي في علاقة، سواء كانت حب، سواء كانت زواج، سواء كانت كراش، الشخص دوا انتوا من كتر ما بتعشقوا الشخص ده او بتحبوه، الشخص دوا ضامن وجودكم بسبب كمية الحب اللي انتوا بتظهروها. الشخص ده زي ما يكون انتوا يعني ضعاف جدا قدام ومش قادرين تاخدوا قرار ان انتوا حتى تبقوا طف شوية او صعبين شوية، او ان انتوا ترفضوا، او ان انتوا تقولوا نو بسبب الحب. انا قلت لكم ان في signs and clues، في علامات او اشارات كتير بتحاول يا اما توصل لكم رسالة او تحاول ان هي تنبهكم لامر معين انتوا محتاجين تنتبهوا وتقروها. اللي في منكم ممكن تكونوا بتستخيروا. في شخص هنا بيتعامل بدisguise. some elements of this relationship are hidden. يا اما الشخص ده في حاجة خفيها عنكم، يا اما الشخص ده عايز او حابب الوضع اللي انتوا بتكونوا معجبين فيه او مش قادرين تبعدوا، او يمكن الشخص ده somehow faking his emotions، او سوري يعني بيدعي المشاعر. ممكن تكون الشخص ده حابب المشاعر اللي انتوا بتدوها له، بس مش واخد يعني relationship دي seriously. في حاجة هنا somehow kept hidden، أو زي ما يكون مخفية عنكم، أو زي ما يكون in disguise يعني في تنكر. بس أنا شايفة إني في آخر الطريق انتوا هتلاقوا الشخص اللي يقدركم، الشخص اللي يعرف مدى أهمية وجودكم، الشخص اللي هيعرف فعلا مقدار قيمتكم. في حد كتير تعبان، بقالكوا فترة كتير تعبانين هنا. الأبراج اللي موجودة معانا: برج الحوت، عقرب، سرطان، برج جدي، ثور، عذراء، برج أسد، قوس، حملة، برج الثور، برج العقرب، برج الدلو.
اتمنى القراءة تكون عجبتكم، ما تنسوش تشاركوني آرائكم في التعليقات، واشوفكم في قراءة جديدة. كل سنة وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك، باي باي.